حيرة كل ست هنتغدى ايه النهارده؟ يا ترى هناكل ايه النهارده؟ فانا كان عندي كبد وقوانص حلوه كده، كنت حطاها في الفريزر فقمت طلعتها وقمت سلقتها زي ما انتوا شايفين كده. ليه سلقتيها اسمها هقول لكم في اخر الفيديو، بس تابعوا معايا الفيديو. اللي مش بيحب ريحه الزفاره اللي بتبقى في الكبده ان شاء الله مش هتحسي بريحه زفاره ابدا في الكبده والقوانص بتاعتك، بس والله العظيم هتبقى غدوه تحلفي ان هي زي العسل. يلا بينا بقى نشوف احنا عملناها ازاي، ونقول بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونقول بقى لو انت لسه مشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس، ولو انت لسه ما حطيتيش اللايك يا ريت تحط اللايك، ولو شفت ان الفيديو مفيد النهارده بالنسبه لك يا ريت شير للقناة بتاعتنا عشان ان شاء الله نكبر مع بعض كده. انا جبت بقى الكبد والقوانص بتاعتي ومسكت حطيت عليها الليمون كده. الليمون حلو قوي في الكبد والقوانص بتضيع اي زفرة منها. وقمت حطيتيها حطيها بقى في المصفى. وايه سيبيها تصفي اي زفرة منها واي سوائل كده، اهم حاجة تكوني منضفاها كويس قوي. انتوا طبعا عارفين ان الكبدة بيبقى فيها كده تلجات دموية كده، يعني حتت يعني متجمدة زي الدم كده، فاهم حاجة ان انت تنضفيها كويس وتخرجي منها اي زفارة او اي دم منها. بنجيب بقى يا بنات حلة على النار كده ونكون غاليين فيها المية، تكون اكيد يعني تسيبيها تغلي عشان هننزل فيها على طول القنص الاول بتاعتنا في الاول عشان تاخد معاكي الصدمة كده وهي غلوة واحدة وايه. وهنحط كمان وراها الكبد على طول، يعني بالليمون اللي احنا حطيناه عليها بكل حاجة. بس انا حطيت القوانص الاول كده وحطيت عليها ايه ورق لورا كده في المية عشان لو فيها اي زفرة ولا حاجة تضيع اي حاجة فيها. ماشي. فبعد كده انا حطيت الاول القوانص وبعد كده حطيت عليها الكبد، عشان انتوا عارفين طبعا ان الكبد يعني مبتاخدش سوا يعني خالص. فاصلا احنا مش هنسويها، احنا بس شايفين الريمي اللي عليها من فوق ده، دي كلها بتبقى زفارة. ودي كلها اللي انت بتحسي بيها، الناس اللي يعني مش بتحب ان هي الكبد والقوانص كده بيبقى تحس فيها ريحة زفارة. ماشي. فان شاء الله النهارده هنعملها بتتبيله حلوه قوي بالطشه بقى وايه هتبقى روعه معاكي، والطريقه دي كمان طريقه السلق دي تحفه ضيع معاكي اي زفاره فيها. بس اهم حاجه ان انت يا دوبك تغلي غلوه بس، مش هتكون استوت ولا اي حاجه، كل لسه ايه ما استوتش اصلا، هي غلوه واحده بس ونصفيها. إيه حطيت بقى طاسه على النار وفيها زيت، وجبت هنا بصل من ورمه من الصغنن. هقولك بقى هنعمل بيه ايه، بصي هنكرمله كده طريقة جديدة للكبد والقوانص، بس والله العظيم مش قادرة اقول لكم غدوة كانت زي العسل. حطيت بقى الطاسة على النار وفيها زيت او سمنة او زبدة اللي يريحك، وتقومي حاطة البصل بتاعك ياخد يتكرمل كده ويتحمر معاكي، بس ايه حطيه بقى ابعدي بقى طرطش عنك عشان هيطرطش يعني شوية، فغطيه على طول عشان ايه ما يجيش عليكي زيت او حاجة. بس كده وجبت على العين التانية بقى وقمت جايبة بتنجان كمان كده وحطيته على العين التانية دي وشوياه معاه. فقلت بقى نعمل سلطة بتنجان وكده، بس ايه يعني بصي هتبقى يعني غدوة كده زي العسل ان شاء الله. البتنجان على نار البوتاجاز بتبقى جميلة وبتبقى طرية كده، البتنجانية وتبقى طرية احلى كمان من تشويها في الفرن، وكمان سريعة. يعني شايفين بقى البصل انا في الوقت ده كنت موطيه عليه النار عشان يستوي برضو وياخد الايه التلاسوية اللي انتوا شايفينها دي، ولسه كمان هغطي عليه كمان وعبال انا مخلص بقى الحاجات التانية. انا كمان كده يعني كان عندي فلفل، لو انت حابة تحطي سبايسي على فلفل حراق، يعني على فلفل اخضر على الوان اللي انت حباه. بس بقى جبته كده وهخرطه عشان نحطه عليه. بس يا بنات كده بعد ما خرطت الفلفل بتاعي، شايفين بقى البتنجانة تفضلي تقلبي فيها من فوق ومن تحت كده لغاية ما تستوي معاكي. بس كده شايفين بقى البصل معايا اتكرمل كده وخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. والله العظيم طريقة الكبدة والقوانص دي تحفة، جربيها بس ان شاء الله وهتشوفي شكلها في الاخر هيبقى عامل ازاي معاك. انا كده الكبد والقوانص بعد ما بردت يعني عشان اعرف ان انا ايه اقطعها كويس، وزي ما قلت لكم ان هي غلوة واحدة ان هي اصلا لسه ما استوتش اصلا. فقمت إيه بقى قطعتها كده زي ما انتوا شايفين عشان نشتغل بيها على طول.
خلاص يا بنات، بعد ما خرطت الكبد والقوانص بتاعتنا، انا البتنجان كده كان طقب استوى اهوت، فقمت حطيته في الكيس كده عشان يتن طري معايا وما يبردش، يعني يبقى سخن كده وحلو. والشعلة دي بقى انتي الله يكون في عونك بقى، اغسليها بقى يعني مش هتاخد وقت معاكي خالص، في ثانية تكوني غسلاها. تعالوا بقى للجريمة اللي احنا هنعملها بقى ديت. بصي دقة شوية دقة كده، بصي هتجيب معاكي اخر الشارع في طعم الكبدة بقى وحلاوتها. انا جبت الهون بتاعي، لو انتي مش عندك حابة تستعملي الكبة براحتك خالص، بس انا بحب اعمل الدقة كده في الهون، بتبقى الريحة بتاعتها بتبقى اقوى وحلو قوي. حطيت معايا قيمة راس كده من التوم، ونزلت كده بفلفلاية، فلفلاية خضرة، وقمت ايه عاملاهم كده دقاهم يعني بالهون بتاعي. ونزلت كده بكمون وكزبرة، معلقتين ومعلقتين من الكمون والكزبرة، ومعلقة شطة هريسة شطة كبيرة كده. وقمت ايه بقى فرماهم بقى زي ما انتوا شايفين كده. والله العظيم بصي، يعني ومعلقة صغيرة كمان من الخل. بصي بقى التتبيلة دي مش قادرة اقولك هتدي معاكي ريحة عاملة ازاي في الكبدة بتاعتك. بصي شكلها عامل ازاي. دي بقى كمان للبتنجان، لسمك، لأي حاجة بتعمليها بصي روعة، جميلة أوي. كده خلاص بعد البصل بتاعنا خلاص ما اتكرمل اهو زي ما انتوا شايفين. هننزل بقى ايه بحتة يعني معلقتين كده من التتبيلة بتاعتنا ديت. هننزل بهم نشوحهم في الأول كده، وبعد كده ايه دولت هنشوحهم الأول، يعني نشم النار كده والريحة بتاعتهم تطلع. وبعد كده هننزل عليهم بالكبد بتاعتنا، بالكبد والقوانص اللي احنا قطعناها. بس اهو بعد الريحة بتاعتهم ما طلعت معانا كده، هننزل بقى ايه بالكبد والقوانص اللي احنا قطعناها على طول، يعني مش هياخد معانا اي وقت، غلوتين بس كده، يعني تشويحتين قصدي كده. وبعد كده ايه هنطفي عليها وكده تبقى تمام، وكلي بقى احلى كبدة وقوانص في الدنيا. بس كده هتقلبيها. وهننزل كمان بالفلفل اللي احنا خرطناه، لو حابة تضيفي فلفل سبايسي زي ما قلتلك كده حراق براحتك خالص، بس ايه تراعي بقى عشان الاولاد وكده. دي بقى معلقة كمان كده او معلقتين كده كماني من التتبيلة اللي احنا عملناها ديت، روعة بقى. دي تديني يعني ايه لسه الريحة بتاعتها متكونش اتشوحت، هتكون بقى الريحة بتاعتها اقوى. والله العظيم لو ما كانوا شامين الريحة بجد، الريحة تحفة. بس هتقلبيها تقلبتين كده، وخلاص هتكون استوت معاكي، وكل حاجة فيها هتكون تمام، وهتطفي عليها بقى، وهتقدمي الاكل بتاعك وهيكون زي العسل، وغدوة زي العسل. انا جبت البتنجان اهو يا بنات، بعد ايه ما استوى معايا، بعد ما يعني شويته على البوتاجاز احلى بكتير ما تشويه في الفرن، يعني ما بياخدش وقت خالص وفي ثواني، وبيبقى طري من جوه كده وبتبقى حلو. هعمله النهارده سلطة عادية كده من البتنجان. حطيت عليه كمان معلقتين كده من زيت الزيتون، يعني هما كانوا اخر حبة عندي فضفتهم. ودي كمان كنت مفضلة يعني معلقة من تتبيلة، ضفتها هي كمان. لو انت حابة بقى تحطي طحينة او حاجة، كان نفسي والله احط طحينة بس ايه ما كانتش متوفرة عندي ساعتها. وعملت كمان السلطة زي ما انتوا شايفين اهو. ففي الوقت بقى ده كان جوزي دخل عليا وكده، فقال لي ايه اوعي بقى وانا هعمل انا السلطة دي لعبته وكده. فقلت له طب تعالى ايه كمل انت السلطة، وانا هضيف يعني هخلص بقية الاكل وكده. طب والله لو كنت انا عملت السلطة كنت غبت ساعة هو قال لي عايزة هاتي كده وانا هعملها انا بسرعة، هو بيحب يعني يقطع السلطة وكده. بس وعملنا الطبق السلطة الحلو اللي انتوا شايفينه ده بقى، وملح وخل وليمون وكده عليه من فوق، وهرسة شطة، وحطيه بقى عليه وشوفي بقى الجمال ده. والله العظيم بصي، والله العظيم مش قادرة اقول لكم على الريحة بتاعتها جبارة. الطريقة دي ان شاء الله تعجبك. ولو انتي كده مش بتحبي ريحة الزفارة زي ما قلتلك، والله العظيم ابدا ما هتحسي بريحة زفارة ابدا. والحبة البصل، يعني انت هتسيبي الكبدة وتاكلي البصل اصلا، البصل كده مستوي ومن جوه كده فيه سنة يعني قرمشة صغنونة كده، بس ايه يعني مش قادرة اقول لكم على الحلاوة والجمال اللي في الطبق ده.
وتغيير كمان كنت عملت معاكم طريقة تانية للكبد والقوانص إن شاء الله بس يبقى لكم في صندوق الوصف يعني، فأنا قُلت إيه نغيّر سوا كده ونعمل حاجات إيه تعجبكم إن شاء الله. ولو أنتم عايزين أي فيديو يعني يخطر على بالكم قولوا لي وأنا هاعمله لكم إن شاء الله. ويا رب بس كده يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهارده، ويكون الأكلة دي حلوة بالنسبة لكم، وتقوموا بقى تجربوها كده وتدعوا لي دعوة. وما تنسيش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وقولوا لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في الوصفة بتاعتنا النهاردة، وكانت حلوة ولا لا. ولو كانت حلوة ما تنسوش تشيروا لي الفيديو مع اصحابكم عشان غيرنا يستفيد وغيرنا وكده ايه نبقوا عيلة كبيرة مع بعض كده. وربنا يكرمكم يا رب على الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه لي في الكومنتات. وان شاء الله كنا عند حسن ظنكم كده ونقدم الجديد يعني مع بعض ان شاء الله. وأي حاجة جديدة زي ما قُلتها لكم اللي أنتم عايزينها قولوا لي وأنا هاعملها لكم إن شاء الله. شايفين بقى الجمال بتاعها؟ مستوية والبصل فيها مستوي وكل حاجة فيها والتتبيلة ريحتها جايبة آخر الشارع. بس كده بقى الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. يا رب تكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم وأشوفكم تاني في فيديو جديد. وأقول لكم أشوفكم على خير وفي الخير يا رب دايمًا وزايدين مع بعض ومش ناقصين. وما تنسوش بقى زي ما قُلت لكم تحطوا اللايك. ماشي؟ ما تنسوش بقى تحطوا اللايك. مع السلامة.